واحد صاحبنا بيسألنا عن الخروف البرقي مواصفاته ايه؟ انا اوريك بقى الخروف البرقي البيور الصحراوي اللي جاي من مرسى مطروح على ابوه بيبقى عامل ازاي وتعرفوا ازاي هو كلحمه. الخروف هو ذكر مذبوح في السلخانه، وزنه على الميزان 27 كيلو. 27 كيلو ده وزنه. بالنسبه للخروف البرقي اول حاجه ايه؟ اللي هي زي ما انت شايف اللي هي صغيره. اللحمه بص على الظهر عامل زي المصطبه، زي الكنبه بتاع الانتريه. لحم صافي مفيش عظم باين في الظهر. بص على الرقبه تخينه وكلها لحمه، بس برضه مش تخينه التخن اللي بالك فيه، اللي هي زي خرفان البلد بيبقى رقبه تخن كده وزنها ممكن يوصل 5 كيلو. الرقبه بتاع الخروف البرقي وزنه 27 كيلو، الرقبه بتاعته ما تعديش الكيلو ونص. الموز بتاعته بتاع الدراع الامامي حمراء. بص على الحمار بتاع الموزه، تحس ان الموزه لحمه احمر شمبري مش لحمه ضاني. بص الموز البرقي بتبقى عامله ازاي. الدهنه الكلاوي كمان اللي داخل الخروف، الدهنه بتاع الكلاوي بتلاقيها مش ياما، مش زي الخروف الفلاحي تلاقي الدهنه بتاعته ممكن توصل ل 2 و3 كيلو. الدهنه كلها لو طلعنا الكيلوتين هتلاقي الدهنه حوالي نص كيلو. بص على الموزه بتاعته بتاع الفخده، الفخايد كلها لحمه، يعني بره الليه لو احنا شلنا الليه ديت هتلاقي الفخايد ديت ما شاء الله كلها لحمه. حتى الموزه العظمه بتاع الرجل مكسيه لحمه لغايه اقصى العرقوب، يعني لحد العرقوب مكسي لحمه. الموزه كلها لحمه ما شاء الله. يعني الموزه ديت لو قطعناها لحد هنا تلاقي وزنها يجي كيلو الا ربع، 750 جرام لحمه صافي، لحمه كيفه. ده اللحم البرقي والخروف البرقي الصحراوي اللي على ابوه. الظهر زي ما انت شايف زي ما قلنا كنبه انتريه متنجده، ما يبقاش بقى العظم ولا السلسله بتاع الظهر باين. مبروم الخروف كله لحم مفروم زي ما حضرتك شايف كده. هو ده الخروف البرقي الصحراوي. هتلاقيه فين بقى؟ في اسكندريه في سيدي جابر عند مطعم كمان.